سلام زوينين وزوينات، واش عمركم تخيلتوا شنو الرسائل اللي ورا التعيين العسكري الأخير لولي العهد مولاي الحسن؟ الحقيقة هي أننا قدام مرحلة تاريخية جديدة. جلالة الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى عين ولي العهد منسق لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. ولكن الصدمة هي أن هذا المنصب ماشي جديد. سبحان الله، نفس هذا المنصب كان شادو جلالة الملك محمد السادس فاش كان ولي عهد في 1985 بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه. هادشي كيبين لينا منطق الاستمرارية. تخيل معايا ولي العهد ماشي غير في المؤسسة العسكرية، بل حاضر وبقوة في المجال الدبلوماسي والملفات الاستراتيجية الكبرى، بحال الاستقبالات الرسمية لرؤساء دول عظمى. تربية القادة. فالمملكيات العريقة عندها وصفة خاصة: الجيش، الدبلوماسية والملفات الكبيرة، والهدف هو السيادة، الدفاع والأمن ديال البلاد ديما مغرب. وهذا الشيء ماشي غير عندنا، حتى في بريطانيا مع الأمير ويليام، وفي إسبانيا مع الملك فيليبي، وحتى الأميرة ليونار. الجيش مدرسة ضرورية لأي ملك مستقبلي. هذا المنصب يعني أن ولي العهد غيكون في القلب ديال طريقة اشتغال القيادة العامة، كيشوف كيفاش كتدوز الملفات وكيفاش كيتنظم التنسيق بين المصالح العسكرية العليا. الرسالة واضحة: المغرب دولة مستقرة عندها ذاكرة، والأهم أنها كتفكر في المستقبل بكل انضباط ومسؤولية. هذا التعيين هو تعزيز لهذا الاستقرار. وعلاش دابا بالضبط؟ حين ولي العهد وصل ل 23 سنة، وهذا السن فجميع الملكيات هو وقت تحمل المسؤولية الكبيرة والمشاركة الفعالة في تدبير شؤون الدولة. المدرسة العسكرية كتعطي الانضباط والقدرة على اتخاذ القرار في الحالات الصعبة. هذه القيمة هي اللي كتحافظ على أمن وهيبة المملكة وسط هذا العالم المتغير. فاش كنشوفوا هذا المسار كنفهموا أن الرؤية الملكية كتحضر لواحد الجيل جديد من القيادة، جيل واجد ومكون في أحسن الظروف لخدمة الوطن. سبحان الله، كمغاربة هاد الشيء كيعطينا الثقة في المستقبل، واللي عهدنا كي تكون في القلب النابض ديال المؤسسات، وهاد الشيء كيزيد من هيبة ومكانة المغرب دولياً. شنو بان لكم انتوما في هاد التعيين العسكري التاريخي؟ واش كنتو كتعرفوا أن الملك محمد السادس شغل نفس المنصب؟ خليو لي آراءكم في الكومنتار. المغرب كيبقى ديما قوي بمؤسساته وبشعبة الوفي. الله ينصر ملكنا ويحفظ ولي عهدنا. ديما مغرب وديما القدام. سلام. باختصار، منصب المنسق هو مدرسة القيادة العليا، جسر بين الماضي والمستقبل، وضمانة لاستقرار المؤسسة العسكرية والأمن القومي للمملكة.